يا احمد، يا احمد، يا احمد قوم، كفايه نوم. البواب الجديد اللي انت كلمته قاعد بره. يا احمد، يا احمد اصحى بقى علشان تتكلم معاه. يوه يا احمد. يوه خلاص يا ليلى. وده ايه اللي جايبه الصبح بدري كده ده؟ هو هيبتديها من الاول غباوة ولا ايه؟ وانا مالي؟ قوم بقى شوفه يلا علشان قاعد بره هو وبنته. ايه؟ وكمان جايب بنته معاه؟ ليه، هو جاي يصيف ولا ايه؟ واناش عرفني. يلا فوق كده واغسل وشك، انا هروح اشوفهم بقى لا يسرقوا حاجه من البيت، احنا لسه ما نعرفهمش، ممكن ياخدوا اي حاجه واحنا ولا داريانين بحاجه. ماشي ماشي، روحي روحي وانا هغسل وشي وجاي وراك اهو. يا راسي، حتى الراحة ما بقتش موجودة. السلام عليكم. صباح الخير. ازيك؟ اهلا اهلا يا بيه، محسوبك زغلول البواب، ودي البت مصيبة بنتي. مصيبة؟ اسمها مصيبة؟ ايوه يا بيه مصيبة، من كتر ما بتعمل لنا مصايب سميناها مصيبة، وغيرنا كمان اسمها حتى في شهادة الميلاد، يعني هي رسمي مصيبة. ولما هي بتاعت مصايب جايبها معاك نعمل بيها ايه؟ الله، جرية بيه بنتي ارميها يعني؟ امها قاعدة في البلد باخواتها الصغيرين، وقلت مفيش بقى غير بنت الحلوة دي تيجي تساعدني. دي هتساعدك؟ دي عايزة اللي يساعدها. ليه يا بيه؟ ما يغركش يعني انها مسفرطة شويتين بس لهلوبة، وبعدين يعني ما تقلقش، هي مش هتعمل لك اي مصايب ولا اي حاجة، دي غلبانة قوي. طيب خلاص خلاص. بقول لك ايه بقى، انت مسؤوليتك هنا حماية البيت، وتنظيف السلم اللي بره، وكمان تنظيف الجناين اللي حوالين البيت، وتشتري طلبات المدام، وكل اسبوع انت وبنتك تنظفوا البيت من جوه. هو ده اللي انا محتاجه منك بس. فهمت ولا اشرح لك تاني؟ ايوه فهمت يا بيه، هو انا حمار يعني قدامك؟ فهمت طبعا. ماشي، ربنا يستر. يلا روح ابدأ شغلك بقى، والأوضة بتاعتكوا جاهزة بره جنب الجنينة. ماشي يا بيه، كتر خيرك. طيب أنا ليا طلب أخير، بلاش كلمة بيه دي، قول لي يا أستاذ أحمد، أنا ما بحبش الكلمة دي. حاضر حاضر يا بيه معلش نسيت، قصدي يا أستاذ أحمد. يلا يا بت يا مصيبة امشي قدامي، خلينا نشوف شغلنا. فتك بعافية يا بيه، قصدي يا أستاذ أحمد. اتفضل اتفضل. انا مش مرتاحه للراجل ده ابدا، شكله تنح كده وانا مش طايقاه ولا طايقه بنته بصراحه. ولا انا بصراحة مرتاح له يا ليلى، ولا هو ولا بنته، بس خلينا نجربه ونشوف، احنا اللي محتاجينه. يلا، انا هطلع بقى اغير هدوم واروح على الشغل. ماشي ماشي يا احمد، عقبال ما احضر لك الفطار. المصيبه قال، هي ناقصه مصايب؟ مش كفايه المصايب اللي عندنا؟ كلي كويس يا بت يا مصيبة، انا عايزك تتخني كده وتربربي، عايزك ترجعي لامك زايدة 15 كيلو. ايه ده؟ ايه ده؟ هو ايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ انت قاعد في الغيط عندكم ولا ايه؟ ايه اللي انت عامله ده؟ وايه الاكل اللي انتوا حاطينه على الارض ده؟ شيل شيل يلا الاكل ده كله. جريه بيه، بنفطر يعني ما نفطرش ولا ايه؟ لا يا اخويا افطر، انا ما قلتلكش ما تفطرش، بس تفطر جوه الاوضه بتاعتك مش قدام البيت في الجنينه. قوم يلا نضف اللي انت عامله ده وادخلوا جوه، كلوا مكانكم جوه، ما ينفعش المنظر ده قدام البيت. حاضر يا بيه، هدي نفسك. يوه قلت لك ما تقوليش يا بيه. معلش يا بيه، لا مؤاخذه، نسيت، قصدي يا استاذ احمد. وبعدين بقى في الراجل ده، شكله هيقرفنا كده، بس على مين ده؟ نقرف بلد. تحب اتدخل يابا؟ لا يا مصيبة لا، ما تتدخليش انت دلوقتي، دورك لسه جاي. حاضر يابا. التلاجة فاضية خالص، انا مش عارفة اعمل ايه للولاد لما يجوا من المدرسة علشان يتغدوا بيه، محتارة قوي. انا كده محتاجة املى التلاجة، لما نادي على الراجل اللي قاعد بره ده يجيب لي الطلبات، بدل ما اروح انا واتعب نفسي، امال هو هياخد فلوس على الفاضي يعني؟ عم زغلول، يا عم زغلول، عم زغلول، هو ماله ده مش بيرد عليا ليه؟ شكله كده نايم على ودنه، ولا يكون طلع بره، ده شكله يومه مش معدي معاه. انت يا عم زغلول، عم زغلول. انت لو كنت بتهتم، انت لو كان عندك دم، انت لو بتحب يا عم هتعرف ايه اللي مزعلني. خصمك ابعد عني، انا مش طايقاه، سيبني مش عايزه ابقى معاك. ايه ده؟ ايه ده اللي انتوا بتعملوه ده؟ هو احنا قاعدين فين هنا؟ احنا قاعدين في الشارع؟
بس انت وهو وهي، بس يا بنت. صباح الخير يا مدام. هو في حاجة ولا ايه يا مدام؟ مالك متعصبة ليه على الصبح؟ متعصبه ليه على الصبح؟ اسمها الصبح مش الصبح. وبعدين ايه مدام دي؟ انا بقيت مدام؟ مدام. ولا اقولك يا أبلة ايه اللي يعجبك؟ بقول لك ايه، بلا مدام بلا ابله بلا زفت. ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ انا عمال انده عليك بقالي ساعه وانت ما بتردش عليا. عملناه بس يا مدام، احنا بندندن ونفك على نفسنا شوية في أوضتنا. معلش ما سمعتكيش. طبعا هتسمعني ازاي؟ ما انتوا مشغلين المهرجان اللي انتوا عاملينه ده، عمركم ما هتسمعوا حتى نفسكم. معلش يا مدام، انا بتاسف لك جدا خالص. ابقي رني لي هجيلك على طول، او اقول لك ابعتي لي رساله على الواتساب. لا مش قادره استحمل اكتر من كده، مش قادره. فيه ايه يا مدام؟ بتكلف نفسك كده ليه؟ بالراحه لا يطقلك عرق ولا يجيلك الضغط ولا السكر وتتكلي على الله وتموتي. اموت؟ هي حصلت بتقولها في وشي؟ لا انا مش قادره استحمل اكتر من كده. انا مش عارف هي متعصبه كده ليه. سيبك منها يا بنت يا مصيبه. يلا نكمل الرقص بتاعنا. مخصمه وابعد عننا مش طايقاه. سيبني مش عايزه ابقى معاه. لا انا فعلا ممكن يجيلي الضغط والسكر من الكائن الغريب اللي تحت ده. انا لازم اتصل باحمد دلوقتي واقول له. الو. ايوه يا احمد، بقول لك ايه بقى، البواب اللي تحت ده لازم يمشي حالا. هو لحق يا ليلى يقعد علشان يمشي؟ هو عمل لك ايه بس؟ عمل لي ايه؟ قول ما عملش ايه، ده مش هينفع معانا خالص. طب بقول لك ايه يا ليلى، انا في اجتماع دلوقتي مهم. اصبري بس لما اخلص واجي ونتكلم. مع السلامه. يوه ماشي، هيمشي يعني هيمشي؟ ده مستحيل يقعد في البيت دقيقة واحدة. بس قبل ما يمشي بقى هكتب له ورقة الطلبات وهديها له يجيبها. ايوه لازم بقى اشقيه قبل ما يمشي. 3 اكياس مكرونة، 2 كيس سكر. عم زغلول، عم زغلول، يا عم زغلول. ايوه يا مدام، ايوه يا مدام. شفت انا جيت على طول ازاي اهو؟ شفتي؟ خلاص شفت. اتفضل خد ورقة الطلبات دي وهاتها لي من السوبر ماركت، كل حاجة زي ما انا كاتباها، وما تتأخرش عليا، عايزة الحق اعمل الغدا قبل ما الولاد يرجعوا من المدرسة. بس كده عينيا يا مدام. عم زغلول، على الله تجيب حاجة غلط ولا تجيب حاجة ناقصة. لا يا مدام ما تقلقيش، ده انا هبهرك. انا مش عارفة لما الولاد يرجعوا من المدرسة ويشوفوها يعملوا معاه ايه.